ثانيه، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك من الكرات التاريخيه في المباريات، تتلعب على طول. بقول لحضراتكم المباراه من الكرات التاريخيه من الكرات التاريخيه من الكرات التاريخيه في مثل هذه الامور. على طول تترفع كوره من الكرات التاريخيه، كره تاريخيه كره تاريخيه. هنشوف مين اللي جاب الهدف دهوت، واللي بيض الملعب، وده ما يبخس حق ابدا تلفزيون بني سويف. وهنشوف الملعب شكله ايه، والمخرج هناك يفتح لنا يشوف لنا مين اللي جاب الهدف. وفي الدقيقه الخامسه و55 ثانيه يتقدم الزمالك على تليفونات بني سويف بهدف قاتل 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 بعد كفاح كبير كبير كبير، يعني كفاح كبير كبير كبير. ويصفر تقريبا الحكم هناك ولا ما صفرش؟ قولوا لنا يا جماعه. والراجل مين اللي جاب الهدف هناك؟ وهدف تاريخي فعلا لنادي الزمالك، اضاف الى نادي اهو. ادي محمد ابراهيم يرفعها حلوه قوي قوي قوي، وتطلع كوره ويحطها مين؟ يحطها مين؟ اوباما. تصوروا اوباما يحط هدف تاريخي لاوباما يتنفس به مجلس اداره نادي الزمالك الصعداء. ويصفر محمود عاشور حكم اللقاء بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز الزمالك بالثلاث نقاط، وفوز بني سويف بالاحترام.